السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في أكلة ماما. طبعا رمضان يعني حلويات معروفة، الحلو في رمضان ده شيء أساسي، ومن أحلى أنواع الحلو اللي احنا متعودين عليها هي الجلاش والكنافة. هنعمل بقى مع بعض النهاردة جلاش بطريقتين اسهل من بعض، وهنعرف الحشو بتاعه. بس اول حاجة هنعمل الشربات: كوبايتين سكر وكوباية ونص مية على النار، هنرفعهم مع نص ليمونة وفانيليا ونسيبهم يغلوا حوالي 5 دقايق كده، ويبقى معانا احلى شربات. بعد كده بقى هنعمل اول طريقة للكنافة. زي ما احنا شايفين كده، انا جبت ورق الكنافة وحطيته في الصينية وحشيت كنافة الجلاش، وحشيته كنافة وزبيب كده بقى مع سكر وجوز الهند. الحشوة رهيبة وقفلتها. والطريقة التانية عملته كده زي السمبوسك من غير حشو خالص، دخلتهم الفرن خدوا لون ذهبي محمر زي ما احنا شايفين. وهم سخنين بقى سقيتهم بالشربات اللي احنا عاملينه. طبعا الشربات كان برد خلاص او يعتبر دافي كده خفيف، وسقينا بقى كده بالشربات. عايزه اقول لكم ان الريحه والطعم يا جماعه خطير، سواء اللي محشيه بالكنافه والمكسرات او الساده. الاتنين بصراحة كان طعمهم في منتهى اللذاذة. كمان السادة حلوة قوي للناس اللي مش بتحب الحشو. عملناها بطريقة سهلة مورقة، يعني طعمها بجد كان في حتة تانية خالص. اللي بحشو الكنافة كانت، يعني حشو الكنافة كان حلو قوي مع الزبيب مع جوز الهند مع السكر كده. طبعا تقدري تضيفي اي مكسرات تانية انت حباها، مفيش اي مشكلة خالص. بس الكنافة فيها كانت بجد في حتة تانية خطيرة. هنا بقى اللي عملناه، لفة الجلاش اللي احنا عملناها بطريقة السمبوسك دي كانت بصراحة حلوة جدا وخفيفة قوي 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 للناس اللي مش حابة الحشو. ممكن طبعا لو حابة تحشيها ممكن تحشيها كاسترد من جوه، ممكن تحشيها مهلبية قشطة، اي حاجة زي ما تحبي الحشو اللي تفضليه. او تسيبيها زي ما انا عملتها كده سادة، كان طعمها بجد في منتهى اللذاذة.